ما كانش زكا بنادم محبوب، وكي هو معلم تاع العشارين كان يدور الزنق تاع أريحة باش يلم الضرايب من الغاشي، وحتى واحد ما كانش يتخيل أنه راح يرجع منه الدراهم تاعو. على هذا كان الناس يتجنبوا الطمع تاعو، وعلى بالهم أنه راح يخليهم زواولة كتر مما كانوا. كل بلاصة يجوز فيها كان الناس يتهامسوا زكا السراق، وهو تاع الصح كان في نظر بزاف ناس سراق تاع الصح. صراف واحد نهار أنه جاز من مدينة أريحة راجل اسمه يسوع، وبدأ الناس يتلموا ويدوروا به. بصح كي كان الغاشي ما قدرش أنه يلقى روحه بلاصة اللي تليق بيه، على خاطر كان قصير. فجرى زكا وطلع للجميزة على خاطر يسوع كان قريب يجوز من تماك. كانت الجموع تتبع يسوع خطوة بخطوة، وكان زكا يعز كلش من بلاصته. هنا شاف أنه حبس، والمفاجأة الشابة كي تلاقات عين اللي يلم الضرايب مع وجه تاع هذا الغريب الحادق. زاد اندهاش زكا كي شاف يسوع يعيطله باسمه: يا زكا خف وهبط على خاطر نحب نقعد اليوم في دارك. هنا ولا الاندهاش تاعو فرح، وتمتم هبط وتعمر قلبه بالفرح. ما ولاش البنادم اللي ترفض، وعلى الأقل ما يسمعش الكلمات الجارحة اللي كان الناس توصفوا بها. هنا حط عينيه على يسوع، واللي شافوا واللي سمعوا منه دخل قلبه واستقر في أعماق روحه. فتبدل طمع زكا لسخاء، ووعد يسوع أنه يمد نص دراهمه للزواولة، وبزيادة على هذا وعد أنه ولا نحى شي من واحد فراح يرجع له 4 أضعاف. ففرح يسوع من ضرافة زكا على خاطر قلبه تبدل. على هذا جاء يسوع للدنيا باش يطلب ويسلك واش هلك.